بسم الله الرحمن الرحيم. السلم اهو، عدادات اهي كهرباء، ركب عدادين وعداد ميه اهو. شوف عداد الميه، العدادات اهي. بير السلم اهو، مكان الاسانسير هنا نشوفه اهو. ده مكان الاسانسير، تمام. ده مكان الاسانسير هنا. نبص بقى على السلم واحده واحده. سير الميه اهي طالعه لكل دور، تمام. الحلقان راكبة عشان الناس اللي بتسأل على الحلوق، الحلوق اهي راكبة، تمام. وادي الدور الأولاني، الدور الأولاني معمول، وده مكان الأسانسير. شايفين العمدان كبر ايه؟ وادي مكان الأسانسير ده. نطلع بقى الدور التاني. الدور التاني اهو، الحلوق راكبة اهي، بسم الله ما شاء الله، والخراطيم فوق في السقف. ادي الدور التاني، ادي الشقة على الباب اهي مباشرة. وهنا مكان الأسانسير، هنا مكان الشقة والباب بتاعها، تمام. ده الأسانسير اتعمل، تمام. وادي الشقة وبابها. ادي هنا صالة، اوضتين وصالة. دي الصالة. بصوا يا جماعة، ده باب أوضة وده باب أوضة، وده المسقط بتاع الصالة، وده المطبخ والحمام، وده باب الشقة. الصالة بتبدأ ازاي؟ الصالة بتبدأ فيها زاوية. يعني ايه؟ يعني بتبدأ من أول حلق الباب ده ماشية كده 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 بميل، واخد بالك؟ فده الحجم بتاعها. الصالة تعتد صغيرة لأنها كده تبقى عاملة 4 في 5، يعني حوالي 20 أو أقل. 4 في 4 ونص، تمام. 4 في 4 ونص، يعني حوالي 18 متر. دي الصالة. وبعدين مش مستطيلة، آه شبه منحرف. يعني هنا ده ضلع سليم، ده ضلع سليم، ده ضلع سليم. هنا في ميل كده 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 كده، فاهماني؟ يعني هعملها لكم على الأرض دلوقتي زي بالظبط كده 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 اهي. الميل اهو اتعمل وواضح. شوفوا كده على الرمل، ايوه، تمام. وده مكان الصالة، وضحتها لكم. وادي أوضة، وادي التانية، وادي الحمام والمطبخ، وادي الأوضة الكبيرة فيها الحلقان زي ما قلت. وادي المساحة بتاعتها. المساحة بتاعتها يعني لما نيجي نحسبها بالطوب تبقى حوالي 4 في 3 ونص. 4 في 3 ونص. الكهرباء بتاعتها في السقف راكبة. الخرسانة شايفين العمدان، الأساسات أساسات برج. العمدان اهي كاملة، داير داير. شوفوها واضحة جدا، على البركة اهي، كل حاجة فيها واضحة. ربنا يبارك اللي ياخدها، تمام. وادي الحلقان في الشباك، ادي جنب بتبص عليه، ده الجنب البحري، تمام. وادي الأوضة التانية. يبقى احنا شفنا الأوضة دي، هنخش على الأوضة اللي جنبها دي. وده اللي مخلي الصالة فيها أبواب كتير، مفيش طرقة في الشقة. ودي الأوضة لو انضمت ليها البلكونة، وده اللي أنا بقوله، إن البلكونة مش منضمة ليها. إنما لو الأوضة دي اتكسرت وانضمت ليها البلكونة زي التانية هتبقى 4 في 4. إنما هي دلوقتي واضحة إنها 3 ونص في 4. الخرطوم البرتقاني ده اللي انتوا شايفينه ده خرطوم الكهرباء. سلوك الكهرباء جاهزة تمشي في الحيطان. الحيطان كلها أساسات قوية وكمرات جامدة اهي. تشوفوا الكمرات، أساسات نظيفة، مفيش حاجة بايظة، حيطان مظبوطة، كل حاجة تمام. يبقى احنا كده خلصنا الأوضتين وطالعين للصالة، تمام. دي مش بقية الصالة، دي شقة تانية لازم الحيطة تتقفل. يبقى احنا كده واقفين في الصالة، وعندنا الأوضتين اهم، أوضة والتانية. ودي الصالة، وده الشباك بتاعها، وده المطبخ، وده باب الشقة. تبص لهنا تلاقي الايه، الحمام والمطبخ، والحلقان راكبة اهي،
الصرف موجود، الصرف الابيض اللي هناك ده، وده شباك المنور لو عايزينه بتاع المسقط اللي بيبص على الصالة في مكان، بحيث ان الحمام ياخد حرف ال والمطبخ ياخد المساحة دي كلها. تمام، دي بتبقى عاملة كده وبيبقى جميلة جدا. حمام اهو والمطبخ اهو، وهوريكوا داير داير. بعد كده هصور لكم الشارع. تمام، ادي الحلقان وادي الحيطان وادي خراطيم الكهرباء واضحة اهي. تمام، ادي كل حاجة، ادي الحمام والمطبخ، وادي بلكونة المطبخ. دي بلكونة المطبخ دي على الوجه القبلي بقى. تمام، حقتها تتكسر وتخش جوه البلكونة، يعني حقتها البلكونة تخش جوه الشقة. انا هطلع دلوقتي اوريكم الشقة تاني، ده فيديو تاني ليكم للشقة. الشقة هي يا جماعة متنسوش النقشة اللي على الرمل دي كده كده، دي متاخدة من الشقة الطرقة دي، لأن الطرقة دي تبع شقة تانية. يعني من أول الباب على الصالة هتلاقي عندك أوضة وأوضة، والحمام والمطبخ هنا، ودي الصالة. الصالة تعتبر صغيرة، 4 في 4، 4 في 4.5، 5 ده آخرها. تمام، ومش مستطيلة، فيها شكل ميل كده كيرف. تمام، ده بالنسبة لها. هننزل تاني بقى من البيت، وادي السلم قدامكم، ننزل على بركة الله. ننزل كده، ادي السلم زي ما انتم شايفين، نضيف، حاجة نضيفة. الكهرباء بتاعته الدور الاولاني ركبت وعداداته، وبيجهز شقته، ربنا يبارك له فيها. تمام، واحنا نازلين اهو، الحلوق راكبة يا دوب. السلم عايز يتركب له الرخام، مواسير المية اهي واصلة بكل دور، الواحد يوصل مواسيره. هشوف اسلوب كهرباء محملة ازاي على حاجة. تمام، شوفوا الشقة وادي البوابة ماشي. وهبدأ بقى اوريكم الشارع. بفتح القفل الاول، دور على يفتح القفل، بسم الله. استنوا عليا يعني او جروا الفيديو، انا بس مش قادر اوقف الفيديو لاني بعمل كذا حاجة في بعض، فايه فانا هعمل اللي اقدر عليه. يلا بسم الله. ثواني بس القفل بتاع البوابة اهو. بسم الله. ثانية واحدة يا جماعة اهو، كبير ده. ودينا طلعنا للشارع. ودينا طلعنا للشارع وقفلنا البوابة. وادي البوابة زي ما انتم شايفين، بوابة اهي. تمام، وادي الدور الاولاني، ده الدور التاني، تاني بلكونة. الدور الاولاني طبعا متركب له حلوق جديدة للبيع خلاص. الدور التاني ده زي ما انتم شايفين. السلام عليكم. ادي الدور التاني زي ما انتم شايفين، بسم الله. هوريكم الشارع، المحلات اللي تحت اهي. ده الدور التاني زي ما انتم شايفين اهو. ولسه بقى هصور لكم الشارع وانا ماشي. ده الشارع اللي بيطلع لشارع بورسعيد. تمام، وادي الجنب التاني اللي بيبص على البحر، جنب البحر. وادي العمارة على 3 نواصي زي ما احنا قلنا، دي ناصية 2 3. وادي شارع بورسعيد، ادي شارع بورسعيد، وادي الدقيقة. بص المسافة ما بين البيت وشارع بورسعيد قد ايه. ايوه، يعني احنا ماشيين على رجلينا عشان نشوف الشارع من شارع بورسعيد. شارع بورسعيد اهو، فتحتين دول. وادي البيت اهو، وادي شارع بورسعيد اهو. شوفوا المسافة دقيقة من شارع بورسعيد، وشارع واسع وعريض ولا في اي وجع قلب، وبيطلع على البغل مباشرة. وعلى نصية الشارع محل الكوثر
بتاع مستحضرات التجميل وكده. تمام، نبدأ نشوف كل حاجة مع بعض واحنا ماشيين. خلاص، اوريكم الفيديو ويا رب يعجبكم، وشوفوا الشقة وقرروا براحتكم، عشان ايه ربنا يكرمنا ويكرمكم فيها يا رب. خلاص، ده احنا اهو طلعنا في اقل من دقيقة 60 ثانية. تمام، للشارع بورسعيد. والبغل وادي محلات الكوثر البرتقاني. تمام، شايفين محلات الكوثر اهي، العمارة الخضراء اهي، وادي البغل قدامك اهو. يبقى الشارع اللي قصاد البغل مباشرة، شارع بتخش العربيات زي ما انتم شايفين، شارع زي الفل، حيوي جدا ونشط جدا. تمام، وادي الشارع، ادي البغل وادي الشارع واضح جدا، والكوثر واضح جدا. تمام، وادي البغل.